تقريبا اسمح لي ثم 7 دقائق تعلقوا بالموضوع، مازال عندي هامش باش نتكلم فيه. سي مقدد تقريبا وفيه 7 دقائق من فضلك. تكلمت على علاقه بين الصحفي سي نوفل، بكل احترام نكلم فيك وبكل احترام لمؤسستك هذه. ما عندكش اختيار، ما عندكش اختيار، ما تنجمش تتكلم بقلة احترام. لا اللي كلمنا على الاحترام ماهوش مزيه معناتها. طيب من غير ما انت وصفت زملائك بكلب السوق معناتها جزء منهم كذلك. اخر واحد يحكي على الاحترام. جزء منهم قليل لا تلعب دور اللي يحترم غيره لانك لا تحترم. جزء منهم قليل يتكلموا، تنجم تكون انت جزء منهم لانك انت تعاود. جزء منهم قليل يعمل في الغشه في برامجه. الغشه معناتها تمثل معناتها انا نسخدك تعمل في نص كوميدي. تكلمت على علاقه انت بين الصحفي والوزيره. هل تؤثر في الخط التحريري لقناه المتوسط؟ قاعد نرد كلمه بكلمه. الطاهر بن حسين عنده قناه، ربي يوفقه. سليم الرياحي عنده قناه، سي العربي نصر، سي العجرودي. هذوما المدرب نتاع كره القدم ينجم يكون يحب فريق ويدرب في فريق اخر. كان هكا نولوا نقولوا المدربين الكل بايعين المشروعات. نكمل. طرحنا اسمعني شوف اتيت للرد هنا. انت هي 7 دقائق. لا ما انتهاوش من فضلك. من فضلك قصيت عليا. انت حق الرد يلزم نتناقش، ماك جاي باش تلقي خطبه هنا. نعم. حق الرد يلزم نتناقش، سينو لا ماكش تقعد تحكي. نعم. تخطب من عديت 8 دقائق من غير ما تقص عليك. عايش خويا حكيت على علاقه بوزيره، لابد ان هذه من النقطه دي امان. لو كان ما نجموش حكيت على علاقه بوزيره ولا حكيت عليها ولا يا اما نتحاوروا ولا راهو ماهوش. لا يستهوني لي تلقي خطبه. تفضل عندك سؤال. 8 دقائق. تفضل عندك سؤال. عندي اللي نحب. انت هو 8 دقائق نقول لك فيلمين. تفضل كهو تخليني نحكي ولا باش ينتهي الوقت. مش تحكي. ماكش تجي لهنا باش تولي. تفضل. اعطيت حق رد. خذيت 8 دقائق اللي هو يضمنوا حق الرد ويعطيه الصحه معناتها سيد نجم الجزائري اللي تكلمت على علاقه بالسيده الوزير. لا يمكن ان اخرج من هنا. لا يمكن ان اخرج من هنا الا نعم نسال. انت تكلمت في حاجه. لا نكمل نرد على اخر نقطه. تفضل. علاقة سهام بالسيدة الوزيرة. تشرفني علاقة بعائلة فيها أختها تعمل في دكتوراه بطالة، فيها أبوه إنسان يشرفني أن أتعرف عليه إنسان بعثتها لمصر على حساب الوزارة مرة. بعثتها لمصر على حساب الوزارة مرة. برا ثبت فيه وأعطي فيه ملف. تشرفني إذن عائلة سهام بادي أن أتعرف عليها وأبناء الكل. نعم. شرف تونس كل مليح. تكلمت على مقداد اختفى. لا حد شكك في هذا معناتها وتشرفني ورديتها شرف وكرامه. اولا على مقداد اختفى. قلت كان في حانه بعد واختفى. مقداد عمل لك سيدون، كان بامكانك تهز تليفون تسلم عليه تجيب له بوكي نوار. والله ما سمعت سي مقداد. لا راجت ومشات. مقداد لم يتعاطف ولم يكلموا اي اعلامي وما جابلوش بقى نوار لانك بتعرفوا مع شكون تتعاطفوا. مقداد ربما معتبرينك ماكش اعلامي معناتها. ربما معتبرينك نشاز. الله اعلم. اختفى نشاز. نعم يشرفني ان اكون نشاز لان مقداد حاور اكبر شخصيات اللي مش حاورها حتى صحافي تونسي. لا شوفاليزا اللي بديت به انا كاريري امنيه لبرشا صحفيين ان يكملوا كاريرهم بلاش فاليزا. الحرب نتاع ليبيا، حرب ليبيا باب العزيزيه وسجن بوسليم ووجودي في حرب ليبيا يوم عيد، هذاك ياكد على شجاعه هذا الصحفي اللي منظومه صحفيه اخرى ستكرمه لانه يوم عيد فطر مبارك كان من اول الكاميراوات اللي خاضت حرب ليبيا وغطت باب العزيزيه سجن مسلم. نعم لا داعي للتوتر. لا انت مش مزيان اصول انك تشكر في روحك. انت حبيت تقص مالك تقول اختفى. شنو اختفى؟ تلقي خطاب. شو اختفى؟ انتم اختفيتوا لبستوا السفساري بعد الثوره. انتم اختفيتوا لبستوا السفساري في الزمن الثاني من بتاع السفساري. الزمن الاول في عهد بورقيبه تنحى السفساري ومن بعد رجع السفساري بعد الثوره. برشا اعلاميين لبسوا السفساري لكن لان هذه الحكومه او مش نقول لك هذه الحكومه. اختم بكلمه. هذه الحكومة إذا دخلت جهنم يوم القيامة فلأنها أرادت أن تخوض ثورة بإعلام قديم ولم تفهم أن الثورة هي امرأة عنيدة وجميلة لا تطلب إلا رجل قوي. يعطيك الصحة سي مقداد. خاطر معناتها كنا نجموا كان نعطيو كلمة ناخذوا كلمة. لا ما ناخذش. علاش ليه كلمت أنا لازمني يرد على اللي قلته ساعة. اي سي مقداد معناتها لازمني يرد على اللي قلته أنا ساعة. كان احنا لبسنا السفساري أنت لبست المالية يظهر لي معناتها. يعرف التوانسة. راك كنت تخدم في حنبال ولعبها تو الثوري بتقربك من الحكومة وتحب تتقرب حتى من وزيرة في حياتها الشخصية باش تلعبها الثوري.
اما معناتها سي مقداد ما تولديش ثوري عاد كمان الوزيره ثوريه نتشرفوا بها. غاضكم لا نجمتوا تصوروها وهي منقبه في البحر باش تكونوا سلفيه، ولا نجمتوا تصوروها في حاله اخرى باش تكونوا مايعه. غاضكم انها وسطيه، غاضتكم اللبسه نتاعها، واحنا اللبسه غاضت انها وسطيه، وانت راك تنجم تنشر الصوره، لكن لا يمكن نشرت هنا الصوره. لكن لا يمكن لا لم انشر الصوره، لم انشر الصوره. خطابك شعبوي تافه معناتها نتاع والوزيره والاحقاد وتلعب لي في الصراع الطبقي والنصر والرسميه. واحد معناتها صدقني معناتها خطابك مخجل، وعندهم الحق ما يعتبروكش صحفي لانك لست صحفي. انت انسان انت مرتزق. كنت في حنبال اليوم تتبع في السلطه جديده كان لازم بالطريقه انا بابا قال لي ما نرضاش عليك. لا سامحني، بابا قال لي ما نرضاش عليك في الصحفيين لانك قال لي ما نرضاش عليك. قال لي ما نرضاش عليك بابا اذا كان تعرف اكثر من امراه مشهوره. فاستنيت اني تمشي ليلى اللي هي اميره المؤمنين نتاعك. لا ما خلطتنيش ليلى، تعرف على مناضله. انتظرت هذا الزمن. صحفي مرتزق. خدمت في الجزيره في 2007. خدمت في حنبال اللي هي قناه السلطه وقتها، وتوا لعبها مناضل. عيب عليك. انتظرت عشم حاجه اسمها صحافه. شكرا ليك انت يا عملت تربصي في الجزيره. عملت تربصي في الجزيره 2007 وانتظرت 5 سنوات.